وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظ ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى. قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. معلوم يا أخوانا أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلاقي الجملة مؤكدة تقريبا بكل المؤكدات اللي موجودة في اللغة العربية، إن واللام والجملة الاسمية، وكل هذا بيؤكد أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن، حتى أنه لما بعث صلى الله عليه وسلم وبدأ نزول القرآن كان الجن يسترق السمع، يذهب إلى السماء، ربما يسمع بعض الأخبار فينقلها. لما بعث صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل على لسان الجن في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. مش على الصفين بس، ده مليانة حرس كتير جدا. طب اللي هيكمل ويقول أنا قلبي جامد: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن، اللي عايز يكمل ومش خايف يجد له شهابا رصدا. ومعلوم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجم مفرق، ما نزل جملة واحدة إلا سورة الأنعام. على من يقول إنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق، أو الحاصل أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، يعني كل حادثة تنزل بمجموعة آيات، أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فتنزل الإجابة، كما في سورة البقرة، أكثر سورة ورد فيها يعني قول الله عز وجل: يسألونك، أو من أكثر السور إن لم تخني الذاكرة يعني. فلما كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له، ينزل سيدنا جبريل يسمع له دوي كدوي النحل، وكان صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا في فصل الشتاء من شدة ما يلقى عليه. وصدق الله سبحانه وتعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان يأتي كتبة الوحي يأخذوا هذا، يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبوه. تمام؟ طيب، قد يقول قائل: ربما ينسى كاتب الوحي، ينسى كلمتين ثلاثة، ينسى آية، يبدل آية. نقول أن هذا لم ولن يحدث أبدا. ليه؟ لأنه كما روى الإمام الطبراني رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأكتب ما ينزل عليه. تمام؟ يبقى الوحي، سيدنا جبريل أمين الوحي، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيملي على سيدنا زيد بن ثابت مثلا ما نزل عليه. تمام؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه علي، تعال راجع معايا. تمام؟ فأقرأه، فإن كان سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. يبقى دي أول مرحلة من مراحل الفلترة. تمام؟ ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يملي النبي صلى الله عليه وسلم على كاتب الوحي ما نزل عليه، ثم يطلب من كاتب الوحي أن يقرأ هو من عنده من الصحيفة التي كتبها، يقرأ، وسيدنا جبريل موجود فيصحح إذا كان في خطأ، كما قال سيدنا زيد: فإن كان سقط أقام، عدله، قومه، ثم أخرج به إلى الناس.
طيب مدة نزول القرآن 23 عام كما تعرفون. فكان في كل سنة يأتي سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيعمل الحساب الختامي للسنة، يدارسه القرآن في رمضان، يعرض عليه القرآن في رمضان، كأنه أنا بشيك أو بأكد على ما نزل في هذه السنة. في آخر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه سيدنا جبريل القرآن مرتين. الإمام الشاطبي قال كده في قصيدته تسمى عقيلة أتراب القصائد، قال: وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. كل عام بيعرض سيدنا جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وفي آخر عام له، في آخر رمضان له، عرض عليه القرآن مرتين. طيب هل جمع هذا الكتاب أو القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم؟ معلوم لا، منطقي خالص لا. لماذا؟ برضو الإجابة منطقية، لأن القرآن ما زال ينزل. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود فالقرآن ينزل. فقبض صلى الله عليه وسلم والقرآن موجود في الألواح المكتوبة اللي كانت عند كتبة الوحي، أو الألواح التي نسخت من عند كتبة الوحي. أنا مثلا صحابي صاحب سيدنا زيد فيريد أن ينسخ الوجه ده أو مجموعة الآيات دي. بالمناسبة ما كانت السورة تنزل كاملة، وكان ربما تنزل سورتان أو ثلاثة في نفس الوقت، وكان تنزل السورة برقمها. يقول سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآيات، دي الآيات رقم مثلا من 10 ل 15 في سورة الفرقان، ودي من 20 ل 30 في سورة النبأ، وهكذا. فكل شيء بدقة. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الأمر هكذا. مجموعة صحف موجودة عند كتبة الوحي أو عند الأشخاص، ومحفوظ في صدور الرجال، في صدور الصحابة. طيب لماذا دعت الحاجة إن ما هو محفوظ يجمع في كتاب؟ أول حادثة أو أهم حادثة كانت موقعة اليمامة. موقعة اليمامة إحدى حروب الردة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لبني ثقيف. كان عندهم مسيلمة هذا يعني عليه لعنة الله ادعى النبوة، وطالما ادعى النبوة يبقى النبي يعني أي نبي بيوحى إليه، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أوحى إليه بكتاب، خلاص ما يوحى إليك أنت رخر بكتاب. فالراجل كمل يعني شط في جنونه، وبدأ يعني إيه يدعي إنه بيألف حاجات أو بينزل عليه زي قرآن يعني. ويمكن ده السر إن يستشهد في موقعة اليمامة 70 من القراء. بس القراء انتفضوا دفاعا عن القرآن. يعني مسيلمة كان بيقول: والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة. مش عارف ما كملش ليه، ما لسه فيه والهاضمات هضمة وكده، انما هو واقف عندنا وكان فرحان بالكلام ده يعني. فالقراء كان لهم دور في هذه المعركة، واستشهد 70 من القراء في هذه الموقعة، موقعة اليمامة. فطبعا بقى في خطر على القرآن اللي محفوظ في صدور الرجال. فهيكون عندي البديل ايه؟ ان حتى لو لم يستشهدوا سيأتي عليهم يوم ويموتوا، قضاء الله عز وجل سينفذ. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب إلى الخليفة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: لا مش هينفع، القتل استحر بالقراء يوم اليمامة، 70 من القراء استشهدوا، وأخاف أن يضيع هذا الذي في الصدور، فنريد أن نجمع هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن في كتاب واحد. طبعا منطقي سيدنا أبو بكر هيرفض،
في البداية كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني ألف ب. ولكن سيدنا عمر ظل يلح عليه في هذا الأمر حتى يعني هداه الله عز وجل إليه. طيب اختاروا مين لهذه المهمة؟ اختاروا سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. سيدنا زيد من الأنصار مش من قريش، كان في هذا الوقت عمره تقريبا 22 سنة، يعني شاب صغير، وفي الناس من هو أقرأ منه. ولكن أنت بتختار رجل لمهمة ما، فمش بالضرورة ان اللي انت هتختاره للمهمة يكون هو يعني افضل واحد في كل شيء، يعني يكونش هو التوب في كل شيء او الاعلى في كل شيء. بدليل مثلا ان ما في من الصحابة القراء كلهم ما فيهم واحد سماه الله عز وجل في الملأ الاعلى غير سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه. يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سيدنا أبي بن كعب في بيته. أنت متخيل؟ والله أنا بقرأ الحديث حتى الآن أنا مش متخيل اللي حصل والله. فدق عليه الباب، سيدنا أبي بيقول: من؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فتح الباب ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر في ليلة البدر. خذ المفاجأة الثانية. قال: يا أبا المنذر، بنديب كنيته: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. بيقول له إن ربنا سبحانه وتعالى قال لي اذهب واقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. فوالله لولا أن الله عز وجل ثبت سيدنا أبي لطار عقله. فسيدنا أبي بيقول له من الدهشة: أنا قال: أنت. فيقول له: أو سماني يا رسول الله؟ يعني سماني ربي في الملأ الأعلى؟ يعني قال لجبريل في الملأ الأعلى: اذهب إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وأخبره أن يقرأ البينة على أبي. قال: سماك في الملأ الأعلى. فهطل سيدنا أبي بالبكاء، ظل يبكي بكاء شديدا. يقول: أنا اللي أكتب الكلام ده؟ هو حد جه ذكره في الملأ الأعلى غيري؟ لا، هي مهمة كل يريد أن تذهب عن كاهله ويتمنى التوفيق لغيره. ودي يا أخوانا رسالة إن الله سبحانه وتعالى استخلفنا لهذا الأمر، إن الكبير مش هيفضل طول عمره، لازم يدي فرصة لمن هو دونه ولمن هو أصغر منه، ويتعلم. زي ما وصلت ليك لازم تروح لحد تاني بعدك. فالشاهد أن الصحابة ما اعترضوا على هذا الأمر. سيدنا أبي كما قلنا، سيدنا زيد كما قلنا من الأنصار وعنده 22 سنة. طيب سيدنا زيد ماذا فعل رضوان الله عليه؟ قال: كل اللي عنده ورقة مكتوبة يجيبها. هنوثق بقى، هنجمع هذا الأمر. فكل صاحب، كل اللي عنده ورقة مكتوبة يجيبها. طيب أي ورقة ستقبل، ولكن بشرط إن تجيب 2 شهود، أنت ومعاك حد تاني غيرك. يقولوا أن نشهد، واحد تاني معاك يعني يقول نشهد إن ده سمعه من فلان وفلان ده سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستثنى من هذا الشرط إلا سيدنا خزيمة رضي الله عنه. راح لهم طبعا سيدنا عمر
وسيدنا زيد بن ثابت قعدوا قدام المسجد وكل اللي عنده ورق يروح له. فراح لهم سيدنا خزيمة بمجموعة أوراق من معاه في شهود. لا، ما عنديش شهود، خلاص مش هنقبلها. ولكنهم تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادتين، فقبلوا منه الورقة التي معه. فجمع كل ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في مصحف واحد أو في كتاب واحد، وجمع على الأحرف السبع. الأحرف السبع اللي هي اللهجات السبع، مش القراءات السبع، مش القراءات، يعني الأحرف غير القراءات. القراءات دي جت بعد كده بكتير قوي، يعني مش كتير قوي، يعني حوالي 100 سنة ولا حاجة. فجمعوا هذا الكتاب على الأحرف السبع اللي هي اللهجات العرب السبع. العرب كانت أمة أمية، فكان لازم القرآن ينزل بشيء من التيسير. فالعرب تقول لمن يأتي تعالى وهلم وأقبل، والثلاثة بيعبروا عن نفس المعنى مع ربما اختلافات بسيطة، بس تعبر العرب بأكثر من معنى، بأكثر من مترادف للمعنى الواحد. فنزل القرآن في بدايته بهذا الأمر ليسهل على على العرب أن يتعاملوا معه. طب اتعملت كم نسخة؟ نسخة واحدة. جمع نسخة واحدة. كانت مع، أنا مش عارف ماسك الكتاب ده ايه، المصحف اهو. كانت مع مين؟ كانت مع سيدنا أبو بكر لأنه الخليفة. ولما توفي رضي الله عنه انتقلت إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما توفي انتقلت إلى السيدة حفصة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين من ناحية، وبنت سيدنا عمر بن الخطاب فموجودة في بيته من ناحية أخرى. فالكتاب يعني كما يقولون ما خرج للخارج يعني. ثم كان الفتوحات الإسلامية في البلاد غير عربية اللسان زي أرمينيا وأذربيجان وغيرها. طبعا في هذا الوقت كان اللي موجود المصحف كانت تسمى هذه قراءة أبي، هذه قراءة زيد بن ثابت، هذه قراءة عبد الله بن مسعود. تمام؟ وطبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش كلهم في مكان واحد، تفرقوا في الأمصار للفتوحات. فكان طبعا المكان اللي ذهب إليه سيدنا عبد الله بن مسعود يعلمهم بما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان اللي فيه سيدنا أبي وهكذا. فكان حتى يسمى حرف أبي، حرف زيد، حرف عبد الله بن مسعود وما إلى ذلك. فلما كان يوم أرمينيا وأذربيجان رأى سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى اختلاف القوم بشكل كبير جدا، حتى يقال أنه سمع من يقرأ وأتم الحج والعمرة لله، ومن يقرأ وأتم الحج والعمرة للبيت، ومن يقرأ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ومن يقرأ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ومن يقرأ وتكون الجبال كالصوف المنفوش، ومن يقرأ وما خلق الذكر والأنثى في سورة الأعلى، ومن يقرأ والذكر والأنثى بدون وما خلق. هذه قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود، فهي قراءة شاذة. الشواذ في القراءة لا يعني شيء يعني مشين، ولكن الشذوذ معناه الانفراد، أنه انفرد بهذه القراءة. ويقال أنه سمع جزءا من هذا في البصرة أيضا، فذهب إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورأى أيضا أن كل واحد من الطرفين يقول للآخر قراءتي أفضل من قراءتك. وهذا شيء إذا اعتقده الإنسان ربما يوصله للكفر، لأن هذا كلام الله وذاك كلام الله.
ما تقول لي هذه القراءة أفضل من هذه القراءة، كيف؟ حتى وإن لم توافق اللغة العربية، لم توافق وجه يعني من اللغة العربية، فاللغة هي التي تخدم القرآن وليس العكس. فذهب إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال كما قال الإمام الشاطبي يعني أخاف أن يخلطوا فأدرك البشرة. يعني بيقول له يا سيدنا عثمان في فتنة كبيرة هتحصل والناس هتخلط وهتمسك في بعض وهتتخانق، فايه أدرك الايه البشر. فطبعا سيدنا عثمان لأن العمل في الإسلام عمل منظم ومخطط له، فلما يجي مش هيهد ما كان في الأول ويعمل هو عمل جديد، لا. لما أراد قال لا، ده في صحف كانت عند السيدة حفصة رضي الله عنها هاتوها. الإمام الشاطبي بيقول فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا. جاب الصحف اللي كانت مجموعة عن سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم ذهبت إلى السيدة حفصة، والصحف ديت كانت مجموعة على الأحرف السبع أو على اللهجات السبع. ثم اختار صاحب المهمة الأولى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه عنده خبرة، وفي ذلك الوقت كان انتقل يعني ايه أصبح يعني حاجة 33 أو 34 سنة تقريبا، لأن هذا الكلام كان بعد سنة من خلافة سيدنا عثمان، يعني تقريبا سنة 31 هجرية تقريبا، لا 21 أو 22، لأن خلافة سيدنا عمر امتدت 10 سنوات يعني من 13 ل 23 حوالي 24 هجري. فكان تقريبا زي سيدنا زيد عنده حوالي 35 أو أكثر بقليل يعني. فجاب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وجاب معاه 4 من القراء من قريش، منهم سيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا سعيد بن العاص رضوان الله على الجميع. وقال لهم احنا هننسخ من هذا الكتاب الذي جمعه سيدنا أبو بكر، هننسخ منه عدة نسخ ولكن على حرف واحد على لهجة واحدة من لهجات العرب. تمام كده؟ عشان يقضي على الايه؟ على الفتنة والخلاف. طيب هتظهر عندنا مشكلة، إذا اختلفنا لمن نحتكم، يعني إذا اختلفنا في لهجة ما أو في كلمة كيف تنطق بالهاء ولا بالتاء، قال اكتبوها بلغة قريش فبها نزل القرآن. فيقال إن هم اختلفوا في لفظ التابوت التي هي اللفظة التي في سورة البقرة، هل تكتب بالتاء أم بالهاء؟ فقال اكتبوها بلغة قريش بإيه؟ بالتاء، فكتبت بالتاء. فنسخوا من النسخة التي جمعها سيدنا أبو بكر أو جمعها زيد بن ثابت بأمر من سيدنا أبو بكر، نسخوا منها عدة نسخ ولكن على حرف واحد. تمام؟ وإذا اختلفوا يرجعوا إلى إيه؟ إلى لغة قريش. طيب اختلفوا في عدد النسخ التي نسخت، فقيل إن هي 6. ال6 دول بقي منهم 2 نسختين في المدينة، ونسخة في مكة، ونسخة في الكوفة، ونسخة في البصرة، ونسخة في الشام. دول ال6. وناس قالوا لا، ده الأمر توسع فيه أكثر من ذلك، فكل مصر من الأمصار أو مجموعة من القوم أو ما يطلق عليه الآن لفظ الدولة يعني، ذهب إليها نسخة من مصحف الإمام.
سيدنا عثمان بن عفان. لما نسخوا الست نسخ دول على الرأي الأول، سيدنا عثمان استبقى نسخة له، وده بيسموها في علم القراءات المصحف المدني الخاص بتاع مصحف الإمام يعني. وكانت في نسخة في المدينة لأهل المدينة اللي هو المدني العام، يبقى كده 2، نسخة في مكة 3، نسخة في الكوفة، نسخة في البصرة، نسخة في الشام 6. وناس قالوا لا ده توسع، وقيل مكة والبحرين مع يمن، أماكن كثيرة ذهب إليها النسخ أو أمصار كثيرة ذهبت إليها هذه النسخ. طيب النسخة دي هتذهب إلى أهل مصر مثلا، عشان أهل مصر ما يزعلوش يعني، هتذهب مع صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهيعلمهم كيف تقرأ، فيقرؤون بقراءة الصحابي، وكله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخة اللي هتروح للمدينة وهكذا، والكوفة والشام والبصرة ومكة والبحرين واليمن وما إلى ذلك. وأمر رضي الله عنه بحرق ما عداه. طيب بحرق ما عداه، أيوة بحرق ما عداه، ليه؟ كده حتى يجتمع الناس على كتاب واحد. تعالى انت بتقول واتموا الحج والعمرة للبيت، في حد غيرك بيقول كده؟ مفيش، يبقى خلاص كلامك مش موجود. ليه؟ لان انا عندي اعلى درجة من درجات الصحة، فانا ليه الجأ لرأي الخبر الاحاد اللي جاي من عندك مع انك عندي ثقة وعندي اخبار كثيرة جدا 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 متواترة بتقول غير الكلام اللي انت قلته خلاص. ولذلك اللي بيقرأ او بيتعلم شوية في علم القراءات يجد شيء عجيب يعني. يجد قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود من القراءات الشاذة. قلنا شاذة مش فيها شيء مشين، شاذة لأنه تفرد بها. ولكن يجد إسناد رواية شعبة عن عاصم رضوان الله على الجميع، إن شعبة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. ازاي الكلام ده؟ هذا الذي رواه عن علي بن أبي طالب ورواه عنه زر بن حبيش رضي الله عنه عن عاصم عن شعبة، تلقته الأمة بالقبول، الأمة قبلته فأصبح متواتر. أما قراءته هو بنفسه رضي الله عنه، الأمة لم تلاقي قبولا كروايته عن علي بن أبي طالب عن وروى عنه زر بن حبيش عن عاصم عن شعبة رضوان الله على الجميع. فالمحصلة إيه؟ أن أنا أبحث، أنا عندي ذهب أريد أن أنقيه من كل شيء، أي شائبة تشوبه. ولما طبعت هذه المصاحف أمر رضي الله عنه سيدنا عثمان أن تطبع دون نقط ولا شكل في بداية الأمر. لماذا؟ لتحتمل أوجه القراءات المختلفة. يعني ما قرأنا في في صلاة العشاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، في قراءة أخرى لقد تقطع بينكم، البين هنا بقى فاعل. فلو انت كتبتها مضمومة مش هتمشي القراءتين. في قول الله عز وجل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، في قراءة هنالك تتلو. فلو كتبتها بالباء مش هتمشي بالتاء. فلأنه رضي الله عنه يريد أن يجمع المسلمين على النسخة